السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مشكلة كبيرة بتواجهنا مشكلة ريدت، حرفيا بتواجه ناس كتير واحنا مش عارفين نعمل فيها ايه. طبعا السلام عليكم، دي قناتي الجديدة في اليوتيوب. طبعا مشكلة ريدت بتواجه ناس كتير ومش عارفين نعمل ايه. مشكلة البندات اللي عملنا تجيلنا في ريدت، طبعا مشكلة بسيطة جدا بتجيلنا في ريدت واحنا طبعا بنتضايق من كده. يعني ريدت بيضايقنا جدا. هو صحيح لطيف، تطبيق لطيف وبينفع يستخدم للأطفال وبينفع نستخدم لينا كتواصل اجتماعي، لكن للأسف ريدت مش كده خالص. هو عادي يعني، بس المشكلة في البند اللي عمال يضايقنا، والفيسبوك والمواقع دي ما تعملش فينا كده خالص. فاحنا بنتضايق من المشاكل دي بسبب ان احنا بيتعمل فينا حاله نفسيه من كتر المشاكل اللي عماله تجيلنا في ريدت. طبعا بناخد بان كل شويه من كتر المنشورات اللي احنا عمالين ننشرها. بننشر مثلا اكتر من 5 منشورات، فده بيسبب بند. فاحنا بنتضايق من كده، ومش بعدت يوصل فيكم انكم ترفعوا قضيه على شركه ريدت. انا مش ببجح يعني، مش ابيح يعني، ما قصدش الاباحه. انا بقول لكم مش بعيد يوصل فيكم انكم تعملوا بحقكم طبعا تعملوا كده. مش بعيد يوصل فيكم انكم ترفعوا قضيه على شركه ريدت. انا ما قصدش ان انا اذي حد ولا قصدي اعدي حد. فانت ممكن يوصل فيكم بجد انكم ترفعوا على قضيه على شركه ريدت. فانا بصراحه اتضايقت من الموضوع دوت، اني بجد الموضوع ده ضايقني، بيحصل معايا كل مره. وواحد عمل فيه ابلاغ حسابي اتقفل، فالموضوع ده كان بيحصل معايا كل مره، والموضوع ده اتضايق بسبب الموضوع ده. فانا اتضايقت بصراحه. فالصراحه هي والموضوع اللي انا اتضايقت منه ان حرفيا المشكله بتضايقني. طب ايه حلها؟ طب قولوا لي يا شروحات ذكي، طب ايه حلها طيب عشان احلها؟ طبعا مش هطول عليك الفيديو، انا لسه جديد، فياريت تشترك في قناتك وتفعل زر الجرس وتعمله. فيديو النهارده بعنوان ازاي تعرف انت خدت بند ولا ما خدتش. طب طبعا هتقولي استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ عايز تعرف انت خدت بند ولا لا، عمال تبحث كتير على اليوتيوب وعمال تلاقي انك ما خدتش بند. عايز تعرف حسابك خد بند او ما خدش. طبعا احنا كلنا ما بنعرفش الا من على جوجل كروم. طب انت لو بتستخدم تطبيق ريدت، لو مثلا معكش جوجل كروم بتستخدم تطبيق ريدت، عايز تعرف منين خدت بند او ما خدتش، لان التطبيق يختلف عن جوجل كروم. عايز تعرف خدت بند ولا ما خدتش. فطبعا انا مش هطول عليك طبعا عشان ما نقعدش نلكلك كتير، فتعالوا ندخل في الشرح بتاعنا. بص يا صاحبي، ببساطه كده، لو انت عندك تطبيق ريدت بالتسجيل الشاشه اللي انا بعمل كده، لو عندك تطبيق ريدت تعالى ندخل عليه سوا. طبعا انا مسجل عليه انكاونت وحرفيا عليه ابلاغ، وطبعا هو ده يا صاحبي الانكاونت اللي انا عامل عليه، هو ده اللي واخد بان. طب انت طيب الصوره دي بتظهر لك. انا دلوقتي اهو انت شايف بستخدم التطبيق والايقونه قدامك عشان موبايلي بس سامسونج، فهتلاقي الصوت ملخبط شويه بس عادي. بس هتلاقي اللي هنا العلامه دي بتظهر لك. طب انت تقول لي استفدت ايه؟ طبعا بتيجي تعمل هنا بروفايل، بتدخل عليه بتلاقي صورتك ظاهره عادي، دي صوره حسابي. وطبعا انا معايا قرمه 7 قرمات هنا. طب ايه الصوره اللي بتظهر لك دي؟ طبعا بتفتكرها انها صوره عاديه، وبيقول لك هنا ساين ان فور بليبت، بتفتكرها صوره عاديه، لكن لقيت دي بقى صوره بند. طب ازاي انا بعرف؟ ان عن طريق جوجل كروم بتظهر لك صوره، تظهر لك على الشاشه، هي دي الصوره بتعرف ان حسابك خد بان. طبعا هبقى اعمل ستوري كده صغير لما الفيديو ده باذن الله لو جاب مشاهدات، هعمل ستوري صغير ازاي تميز ما بين صوره البند والصوره بتاعت بروفايلك الشخصي. طبعا يا جماعه بنشتكي من البروفايل، بنشتكي كتير جدا من الصوره ديت. طب ايه تظهر لك؟ طب ايه حلها؟ طب في صوره البروفايل اللي كانت بتظهر، طب دخلت على حاجه غلط. طب في صوره البروفايل اللي كانت بتظهر فوق هنا، شايف علامه التسجيل دي؟ في صوره البروفايل اللي كانت بتظهر فوق هنا وبتظهر لي مكانها دي. طب تعالى نشوف حلها. طبعا كده لو كده مثلا ندخل على بتاع، وطبعا زي ما انتم شايفين يا اعزائي الكرام، هو ده الحساب بتاعي على جوجل كروم. طبعا هو نفس الحساب اصلا، بس احنا هنشوفها هو واخد بالنا ولا لا. هي دي الصوره بالظبط اللي ظهرت قدامكم على الشاشه، هي دي. وانا زي ما انا قلت لكم هعمل فيديو قصير عشان ما اطولش عليكم ازاي تعرفوا تميزوا ما بين البند ولا مش البند. طبعا هنا بندخل هنا بنتك على صوره البروفايل، بتلاحظ ان هو بيدخلك على البروفايل عادي جدا، لكن الصوره هنا مش ظاهره، يعني الصوره دي المفروض تظهر هنا. طب ايه ده؟ انا مش عارف. طبعا دي المنشورات انا كنت ناشرها وكده وريت حذفها لي، مش مهم. فطبعا ازاي نشيل البند ده؟ طبعا احنا حلينا المشكله دي قبل كده، احنا عارفين ان احنا دخلنا على قانون ريت ودخلنا على الموقع ده. طبعا احنا كلنا عارفين، احنا جربنا الطريقه بتاعه الشادو بان، اللي احنا عارفين ان احنا كتبنا هنا الاسم والوصف والحاجات دي. طبعا هسيب لكم راجل في الوصف يظهر لكم ان انا هو شرح عن كيفيه ازاله الشادو بان، اسمه ربح عن الانترنت. ده بيشرح عن الشادو بان عشان ما اقعدش اطول لسه واعمل واسوي. فطبعا احنا كلنا جربنا الطريقه ديت وما نفعتش. في معظم ناس نفعت معاها الطريقه دي، لكن للاسف معظم ناس تانيين ما نفعتش معاها الحاجه دي. فاحنا بنتضايق من كده. طب نشيل الشادوبان يا عمر يا شروحات ذكيه، هنشيل الشادوبان ده ازاي؟ طب طبعا كلنا زي ما احنا قلنا هيجي لنا حاله نفسيه، احنا ممكن نرفع على شركه ريدت دي، ممكن نرفع عليها قضيه. طب هنشيل الشادوبان ده ازاي؟
طبعا لو عايز تبلغ هتعمل ايه؟ اول حاجه هتروح لنفس الخانه دي. طبعا مش هنعمل نفس الطريقه، لا الطريقه تختلف بقى. المره دي هنحط صوره هنا، يعني بيقول لك حط صوره الابلاغ اللي هو صوره البند، يعني وصف اللي هو الدار بوكن ابوتش، يعني الدار، يعني قصده بالاختصار البند، يعني صوره علامه البند. فانت بتكتب هنا الايميل الالكتروني، بس انا مش هكتب دلوقتي، يعني مش هقعد لسه اكتب واعمل صور. انت بتكتب هنا ابلاغات لو حسابك جاله ابلاغات. ده طبعا لو حسابه جه ابلاغات او كده بتكتب ابلاغات، لو البتاع جاله بتجاله. طب طبعا هنقفل الفيديو ده وكل حاجه. ولو عايز تعرف استفسار ازاي نشيل البند ده، هعمل فيديو باذن الله تاني انك ازاي تشيل البند. ماشي، السلام عليكم.